الفنية برضو، يعني احنا ان شاء الله يعني نحاول قدر الامكان ان نكسب 3 نقاط باذن الله. اليوم الاجتماع مع المدرب بين لكم نقاط ضعف القوة في العراق، فكان في تصوير مرئي وكذا، وضحت لكم الصورة. الحمد لله، يعني وضح لنا كل الامور اللي يعني نحتاجها احنا، ايش نعمل في الملعب ايش ما نعمل، وان شاء الله باذن الله. اليوم كان في جمهور جاي يزوركم عند الأوتيل. ما قصروا صراحة، ان شاء الله نكون على قد المسؤولية ان شاء الله. في أكثر من لاعب هم مبسوطين جدا بالضمام شايع، وش قاعد تسوي أنت في المعسكرات؟ ما في ولا شيء، أنا شايح نفس ما هو، يعني ما تغير، بالعكس أنا اللي انبسطت إني تواجدت معاهم هذه الفترة. إيه لا، بس في واحد كذا قال إنه الشايع يسوي جو. مين هذا اللي حكى؟ والله هو قال لا تقول. أجل هو الجو عنده، هو اللي ضبط الجو في المعسكر حبيب قلبي. طيب كابتن، اليوم ثاني تدريب لكم، أما أكيد مباراة مهمة أمام العراق، الاستعدادات جاهزيتكم للمباراة. إن شاء الله يعني الاستعداد إن شاء الله يكون كويس، والمدرب هو عارف كل شيء، يعني اليوم بين لنا يعني نقاط الضعف ونقاط القوة في فريق المنتخب العراقي، وإن شاء الله يا ربي يوفقنا بإذن الله. كان في الاجتماع اليوم كان في تصوير مرئي من مباريات العراق مثلا. طبيعي، مدرب اليوم علمنا على كل شيء. طيب كابتن، أنت انضميت مؤخرا، لكن جاهز مثلا إنك تكون أساسي متى محتاجك مدرب؟ أنا مع المنتخب إن شاء الله في أي وقت يحتاجوني. يعطيك العافية حبيبي. نحتاج طيب نجيب 3 نقاط بكرة.